أعطوني رأيكم بهذا المنظر. اليوم أخذكم على الولايات المتحدة الأمريكية فرد دفع. وهاي المايونيز اللي أنا عملته. إذا حابين تعرفوا طريقة البروستد والمايونيز تابعوا معي الفيديو للأخير، ولا تنسوني من المتابعة. أول خطوة مثل العادة أنا نقعتهم مع ليمون وخل وشوية ملح، راح أتركهم شي نص ساعة وبعدين نضفهم. وهذا الدجاج عندي بعد ما أنا نقعته بالخل وغسلته وصفيته من المي، وأنا ما رح جرح بالسكينة، بعود الشيش رح سقطتهم كلياتهم بهاي الطريقة. هلا رح أعطيكم الخلطة تبع النقع. أنا عندي هون بهارات الماجي، وعندي هون زنجبيل بودرة، وهون توم بودرة، وملح وبابريكا وشوية بهارات مشكلة. هدول نفسهم البهارات تبع اللي بدي انقع فيهم الدجاج، نفسهم رح استخدمهم كمان للخلطة لخلطة التغطية، يعني اللي قبل ما اقلي الدجاجات فيهم. هلا اول شي هاي البهارات، وهون عندي كمان لخلطة النقع عندي كاستين حليب انتو فيكم تبدلوهم بالمي، وهون عندي 3 حبات من البيض، وبدي معلقتين خل صغار، وبدي معلقتين كبار ليمون. هلا رح افضيهم كلهم بالخليط واخلطهم مع بعض. هلا رح افضيهم كلهم بالجوط واخلطهم مع بعض وورجيكم اياه. هلا فضيت انا هون المكونات، رح اخلطهم منيح بس لحتى عندي اخلط البيض، اخفق البيض منيح، بعدين رح نزل فوقهم البهارات. وهلا رح نزل فوقهم البهارات كلياتها. مثل ما قلت لكم البهارات نفسها انتو قسموها على صحنين لانه بدي استخدمها مرة تانية لخليط التغطية. هلا رح اخلطهم كتير منيح مع بعض. شوفوا اللون كيف صار عندي. هلا رح نزل فوقهم الدجاجات، خليهم ينغمروا منيح. هلا انتو طبعا الدجاج اللي بدكم اياه بتقدروا تستخدموه، بس هاي المكونات اللي اعطيتكم اياها معلقتين من كل شغله، معلقتين صغار مليانين طبعا، هادول لكيليين من الدجاج. هلا نخلطهم بهاي الطريقه عشان تتشرب كل التتبيله الدجاجه. وهلا بنغطيهم وبنحطهم شي 4-5 ساعات او يوم كامل، حسب الوقت اللي انتو عندكم اياه، بس اقل شي 4 ساعات بدنا نحطهم بالبراد. هيك انا غطيتهم بكيس الخبز، وانتو بتقدروا تغطوهم كيس باي كيس موجود عندكم. هلا رح اتركهم بالبراد. هلا اما بالنسبه لخليط التغطيه، فانا عندي هون 3 معالق نشا كبار حطيت، وراح احط 2.5 طحين، بقسماط هذا ضروري، ما حدا فيه يستغني عنه، يعني مشان تعطي الدجاج القرمشة تبعه. وهذا اختياري مو ضروري يعني، بس انا بحسه فانيليا مثل طعمة المطاعم تطلع. بعدين راح احط ظرف فانيلا، ونفس المكونات اللي قلت لكم عليها، البهارات نفسها اللي حطيتها بهذيك الخليط راح احطها نفسها هون. وهون كمان بدنا نحط له معلقة بيكنج باودر ومعلقة كركم مشان اللون، وبنخلط المكونات كلياتها مع بعضها. هلا بدنا نساوي كمان مايونيز. هلا انا هون فضيت كاستين مي بالمقلاية، وراح احط عليهم 4 معالق نشا كبار. هلا رح احركهم كلهم على البرد وبعدين شغل الغاز تحتهم. هلا هيك رح يصير لونه، وانا شغلت الغاز تحته، ورح ضل احرك فيه لحتى يتقل عندي الخليط. هاي القوام صار عندي هيك جاهز. هلا رح اتركهم شوي برات البراد، يعني شغلة 10 دقايق، وبعدين رح فضيهم ونحطهم بالبراد. وهيك شكل النشا بعد ما انا طلعته من البراد. هلا انا مشان الخليط الثاني انا عندي هون معلقتين من اللبن، معلقة كبيرة من الثوم، شوية ملح معلقة صغيرة، وبدي كمان خل ابيض، وبدي عصرة ليمون، قدر معلقتين عصير ليمون. هلا رح نزل المكونات كلياتها هون عندي
واضربهم. اذا عندكم خلاط كمان بتقدروا تعملوهم بالخلاط. هلا رح اضربهم شوي بالخلاط، وبعدين رح نزل عليهم الخليط النشا شوي شوي. كل ما نزل معلقه رح اضربهم شوي بالخلاط. هلا انتو اذا عندكم، اذا عملتوهم بابريق الخلاط ففيكم تنزلوا 3/4 الكميه اول شي، وبعدين تشوفوا اذا القوام تبعه، لا فرجيكم كيف بده اياه، وبعدين ترجعوا تحطوا الكميه الباقيه اذا كان محتاج. هلا انا احتجت 3/4 الكميه. قبل ما كفيه بدي احط شوية زيت نباتي. هلا انا تقريبا بدي شي ربع كاسة زيت نباتي، وانا عم اخلط فيهم رح فضي شوي شوي زيت يعني على شكل خيط بهاي الطريقة. وهاي المايونيز صار عندي هيك جاهز. انا ما حطيت كمية النشا، قلت لكم حطيت 3/4 الكمية وتركت هدول. ما استغل، انتوا اذا بتحبوا طعمة النشا صغيرة فيكم تحطوها. فهلا رح فضيهم بقلب الزبدية وحطهم بالبراد لحتى يستوي. هاي المايونيز هلا رح اغلفهم واحطهم عندي بالبراد حتى يستوي الاكل. وهاي الدجاج صار عندي جاهز بعد 4 ساعات نقع. انتوا مثل ما قلت لكم بتقدروا تحطوه يوم كامل. انا هون نزلت كمية نص كمية المواد الجافة بالكيس، وبعدين نزلت الدجاج فوقهم، وراح سكر الكيس منيح وراح اخلطهم بهذا الشكل. هلا التتبيله كلها، الدجاج كله راح ياخذ من التتبيله المواد الجافه. راح اورجيكم تطلع عندي بهذا الشكل. هلا الزيت راح يكون عندي كتير حامي لاني عليت الغاز على الاخير. اول ما بنزل الدجاج عليه بحطه على النص مشان ما ينحرق الدجاج. هلا اول وجبه قلي راح اورجيكم اول كم قطعه كيف بدي اقليها. هلا الزيت عندي حامي وانا رح نزلهم، ووطوا الغاز على النص مثل ما اني عامله انا بالضبط. هلا نزلت كميه دجاج وراح غطيهم. هلا قلبوهم على الجهه الثانيه، بس يصيروا بهذا اللون انا قلبتهم على الجهه الثانيه. هلا رح اقلي الكميه كلها وورجيكم اياها. وهاي المنظر النهائي للبروستد. شوفوا من قلبه مستوي على الاخر. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لنا كومنت حلو مثلكم. بشوفكم فيديو جديد إن شاء الله.